أنا بعد الذي شفته الآن كلامي مش موجه للرؤساء والحكام أبدا نهائيا. الآن كلامي موجه للشعوب. أنا داري بتقولوا لي إحنا أصلا ما بدناش حاجة وما معاناش أصلا أسلحة ولا بنقدر نفعل حاجة إلا أنتم بيدكم حاجة. وبضرب لكم مثل بسيط، الذي أنتم تسموه الربيع العربي أنا بالنسبة لي أسميه الدمار العربي. خرجتم كلكم، ينفعش تخرجوا وتقدروا منكم ناس وأصرتوا على رأيكم وخرجتوا وكملتوا عادي. أنتم الآن ليش ما تفعلوش هكذا؟ إحنا محتاجين إنه تفعلوا نفس الموضوع نفس الشيء، لأنه يعني أنا خلاص ما فيش كلام. أنا بعد الذي شفته ما فيش كلام. وبعدين مش هو المفروض يعني أعتقد إنه ما يهدموش الكنيسة المساجد والمدارس. المفروض هذا خط أحمر، هذا لهم حدود. حتى في الحرب العالمية الثانية وين الناس راح تتخبى؟ في المستشفيات، في الكنائس، وفي المساجد، وفي المدارس راح تخبوا هناك، لأنه هناك أصلا ما حد يقرب عندهم، هناك خط أحمر. طيب هناك ما حد يحارب، هم تخطوا كل الحدود خلاص ما فيش